نزلت حطت السكينه اللي معاها في قلب الولد، وبعديها ما شفتوش الا ميت. الواد طلع خطر، عور رمي في رقبته من ورا هنا لحد نص ظهره، حوالي 15-16 غرزه. عارفه ان هي نازله تموت وتموت فين؟ لا اثبتي ان هو اتحرش. انا عايزه كل الناس اللي بتقول ان رامي متحرش وان هي بنت ب100 راجل، واحد بس من اللي بيقول كده يثبت لنا ان رامي لمسها. آية فتاة المقطم. في يوم 29/4/2024 حصلت مشكلة كبيرة بين شاب اسمه رامي وبنت اسمها آية هي وأسرتها، وفي نهاية المشكلة دي كان في حد اتطعن بآلة حادة ومات على طول. طيب ايه اللي حصل في اليوم ده وايه اللي حصل في منطقة المقطم ومين آية ومين رامي وايه الحكاية؟ في الأول القضية دي غريبة شوية ومش هتعرف تحدد مين الجاني ومين المجني عليه غير في نهاية الحلقة. آية ودي بنت عندها 23 سنة بتدرس في نظم ومعلومات وكانت في سنة رابعة. أسرتها مكونة من أب وأم وأخ اسمه محمد وأخت أصغر من آية اسمها نرمين. في مرحلة التحقيقات كان لازم يتم تحقيق مع كل الناس اللي كانوا قريبين من الواقعة. ونيجي بقى لبنت خالة آية اللي قالت إن كان في مشكلة بين محمد أخو آية وبين شاب تاني اسمه رامي، وإن آية كانت محترمة جدا وملهاش في المشاكل، بس القدر هو اللي وصلها لكده. رامي كان بيشتغل في قهوة أو في كافيه قريب من البيت اللي ساكنة فيه آية، ومحمد أخو